يا الله، هذا الشاب الحكومة العراقية سلمته لمحافظة الكويت. طبعا البعض تعاطف، يعني حتى أنا لما شفت المنشور تتعاطف مع الموضوع، لكن قلت خلينا نبحث شنو السبب العراق سلمه لمحافظة الكويت. هذا الشخص شايف انه يتكلم عن الشيوخ آل صباح معروفية، مسألة أجداد وهاي، احنا شلنا علاقة؟ سلموه للكويتيين. البعض تفاعل، والحكومة شلون تعطي دخيلها وشلون كذا. اولا مو دفاعا للحكومة، لا احب الحكومة انا بالنسبة لي، ولا احب السياسة، شيلكم مالت الله. لكن القضية وين؟ القضية الحكومة اللي سوته صح، اللي سوته صحيح. كيف؟ انا اقول لك. لما كان في لندن، ليش بريطانيا ولندن ما سلموا للكويتيين؟ ليش تحكي بس على العراقيين؟ ليش؟ لان هذا يدعمهم ويدعم الكيان. والدليل، شوف هذه الصورة، هذه الصورة لما يتكلم على سيد المقاومة ويتكلم ضده. اتركونا من هذه الصورة، خلينا نشوف هذا المقطع. مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين. وينصرك الله نصرا عزيزا، اللهم لك الحمد عند النصر، اللهم لك الحمد. مثل ما شفتوا هذا المقطع، ولا اريد انا اطلع المقطع كله. فلا تتعاطفون اخوان، لا تتعاطفون. خاف اخذ له صوره يم الامام واجى يم الامام كم صوره، ترى جدا طبيعي. يعني اليوم هو شلون لما يجيبوا لك السم يدخلوا الكاب عسل، يعني يزورقوا لك العسل ويرتبونه لك ويقدمونه لك بالريوق، وانت ميت من جوا ما تدري ايش بهذا العسل ما بي، فيخلوا لك بيه السم. فلا تاخذك العاطفه، وكن شيعي واعي. حياكم الله.